ديك المرة سولتوني قلتو لي كيفاش كتنظف القطارة ديالك. لا موكا ساهلة، كنشدو القطع كاملين وكنديرهم في شي وعاء كبير فيه الماء شوية الخل البيكربونات، كنغليوه مزيان وكنخشيو هاد القطع كاملين وكنخليهم ساعة ساعتين حتى داكشي كامل كيتحيد. اولا كاينة طريقة اخرى، كتشد لا موكا ديالك وكتعمرها غير بالماء وكتخليها تغلى، داك ملي كتغلى كتخرج ديك الوسخ كامل وديك البقايا ديال القهوة كامل اللي كاين لداخل. كاين البعض اللي كيقول لك راه الفلتر خصو يتنقى، خصو يتبدل مره، والحاجه المهمه هي فيما تسالي القهوه كتخويها وكتغسلها مزيان وكتنشف. كاين اللي مشى بعيد اولا كيحل هذا وكينطفو كيف كتشوفوا هنايا، كاين واحد السداده وكاين هنا سداده، فداك الفلتر اللي كيكون لداخل كتقدر تحلو، وانا غادي نوريكم الطريقه في الفيديو. باش تفتحوا ديك القطعه من بلاصتها خاصكم شي طورنوفيس اولا شي عود ديال السوشي احسن، لانه هذيك القطعه كتعواج. كيف كتشوفوا انا حاولت معها والنتيجه راه داكشي كيخلع البقايا ديال القهاوي كاملين بقاو تماك. واخا انا مره كنغسل، لكن هاد القضيه بنت لي افضل لانه كتنقي مزيان داكشي لداخل. عاد هادشي كامل كيتغسل غير بالماء سخون، ما كاين لا صابون لا والو. والا غتخرج على القطاره ديالك ها الداخل ديالها. تقدر دير شي حلفه خاصه غير للقطاره، وبالنسبه لهاد الجلده من الاحسن تكون غوما وماشي سيليكون لان كتخلي البقايا ديالها تماك.